تعال اقول لك على الخروجات اللي تقريبا ببلاش في دبي. اول حاجه طبعا واسهل حاجه برج خليفه، وهقول لك ازاي تعرف تروح. هتركب المترو من اي محطة وتنزل. المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. هتنزل من المحطة وتتمشى حبة حلوين كده لحد لما توصل هناك عند البرج. نصيحتي ليك بقى ان انت تروح البرج ده بالليل عشان تتفرج على العروض اللي بتحصل من النافورة، وكمان العروض اللي بتحصل على البرج نفسه من الاضاءات والشاشات اللي بتكون شايفها دي. وطبعا طبعا لازم تروح الشواطئ اللي موجوده هناك، متجهزه كل التجهيزات وما بتدفعش درهم واحد، زي شاطئ قايد كده. يا سلام بقى يا صاحبي لو قدرت تحضر الغروب هناك، يا نهاري. شاطئ الجميره برضو من الشواطئ المجانيه الموجوده هناك، بس الميزه فيه انه مجهز قوي، فانت كمان تقدر تروح مطاعم وكافيهات واشهر البراندات موجوده هناك، يعني شوبينج وبحر. تالت مكان بقى دبي القديم اللي بتلاقيها جنب محطه مترو برجمان. التمشيه لوحدها هناك حوار، وتحس ان انت بقيت جزء من التاريخ كده. بس كله بقى كوم، والصوره اللي انت شايفها قدامك في ستاربكس واللي انت هتاخد زيها بالظبط بملايين. ستاربكس تحس بصراحه ان هو جزء من المكان هناك، ومبني بنفس التفاصيل بتاعه المكان كله، يعني كل حاجه تحسها قديم في قديم. خامس مكان ببلاش برضو سوق الذهب اللي موجود هناك في الامارات. نص ذهب الكوكب تقريبا موجود في الشارع ده، اللي هو هتفتح بقك وتقول يا لهوي، اللي هو يا لهوي حرفيا. ومن ضمن الحاجات اللي تعتبر ببلاش وموجوده هناك في الامارات الحدائق، ب5 درهم بس تقدر تدخل حديقه نظيفه تتبسط بيها انت وولادك واهلك، زي حديقه الخور اللي موجوده في دبي، واللي فيها برضو مكان حلو قوي وموجوده على الخليج، قاعده تحفه ورايقه. بص عشان نبقى متفقين، دبي عباره عن مولات وبنى حوالين منها مدينه، فدي كلها ببلاش. ويا صديقي لو عايز تسالني عن اي حاجه عن التاشيره بتاعت دبي والامارات، فصاحبك خبير، اسالني وانا مستنيك في الكومنتات والرسائل.